بص يا نجم، لو نفسك تبدأ شغل اونلاين بس كل مرة تقول ما عنديش خبرة او مش معايا رأس مال، فالفيديو ده معمول مخصوص ليك. النهاردة هنبدأ اول خطوة في سلسلة ازاي تكسب فلوس من غير رأس مال ومن غير خبرة، وهنتكلم عن حاجة بسيطة جدا ومربحة، وهي ازاي تصمم بوستات بالقوالب الجاهزة من على موقع كانفا. يعني مش لازم تكون مصمم ولا فنان، عشان كل اللي هتعمله انك هتختار قالب جاهز من على الموقع وتعدل عليه وتبيعه كتصميم احترافي. ويلا بينا نبدأ، وتابع معايا خطوة بخطوة. اول ما ندخل على ابلكيشن كانفا يفتح معانا بالشكل ده، ولو مش عندك الابلكيشن تقدر تحمله من على جوجل بلاي. في البداية هنيجي كده عند كلمة انشاء وهنضغط عليها، هتفتح معانا القوالب دي. طبعا كل دي قوالب جاهزة، تقدر تختار منها اي قالب وتعدل عليه زي ما انت عايز. هنيجي كده في سيرش البحث ونكتب التصميم اللي احنا عايزين نعمله. هنفترض مثلا تصميم لمحل عصاير، هنكتب محل عصاير. ولو بصيت تحت كده في الاقتراحات هتلاقي بيقترح عليك حاجات كتير. يعني بيقول لك مثلا عايز كروت ولا عايز اعلان ولا عايز منيو عصاير. هنختار احنا اعلان، وبعد ما تضغط بحث هيبتدي يحمل معاك القوالب اللي انت شايفها دي. طبعا القوالب كلها شكلها تحفة. تبتدي بقى تختار التصميم اللي يعجبك والقالب اللي انت عايز تشتغل عليه. زي ما انت شايف كده تصاميم كتير جدا، تقدر تختار التصميم اللي يناسبك واللي يناسب العميل اللي انت بتعمله الشغل. بس لاحظ القوالب اللي عليها علامة التاج دي لازم باشتراك، يعني لازم تكون مشترك على موقع كانفا عشان تقدر تستخدم القالب وتحمله على تليفون. طبعا احنا هنختار قالب مجاني ونبتدي نعدل عليه. يعني نختار مثلا القالب ده ونبتدي نعمل شوية تعديلات بسيطة على شكل الإعلان. طبعا بالنسبة لك كمبتدئ متلعبش في أساسيات الصورة، كل اللي هنعمله نعدل مثلا على اسم المحل، على أرقام التليفونات، على الحاجات البسيطة دي. بداية كده هنيجي عند اسم المحل ونغيره لاسم المحل اللي احنا عايزين نعمله الإعلان. بمجرد ما تضغط على النص ده كده هيظهر معاك الشريط اللي تحت ده. هنضغط أول حاجة على تعديل ونبتدي نعدل على الاسم، ولنفترض مثلا هنخليه فرغلي درينك. نبتدي نكتب اسم المحل فرغلي درينك. بعد كده نبتدي نرجع للقائمة اللي كنا عليها تاني، نبتدي بقى نعدل على الخط. هتلاقي طبعا خطوط كتير، تقدر تختار الخط اللي يناسب التصميم واللي يناسب ذوقك وذوق العميل. زي ما انت شايف كده كل ما تضغط على خط هتلاقي الاسم بيتغير معاك فوق كده بالطريقة اللي انت شايفها دي. شوف ده مثلا، هو ده. خليك في الخطوط العريضة هتبقى مناسبة اكتر بالنسبة لاسم المحل، يعني الخط العريض هيبقى مناسب اكتر من باقي الخطوط. تمام، متهيألي الخط ده مناسب وواضح كده ظاهر اسم المحل. بس هنحتاج نغير لون الخط. ندوس كده رجوع ونرجع للأدوات اللي كنا عليها، وندوس على علامة الايه دي اللي مكتوب تحتها اللون دي عشان نغير لون الخط. هتلاحظ كده ان الألوان اللي بيجيبها لك الأول دي هي الألوان اللي موجودة في التصميم، يعني الألوان المستخدمة في التصميم نفسه، ودي أفضل طبعا عشان ميبقاش التصميم كل لون شكل. نبتدي نختار منها مثلا لون مناسب، نختار مثلا ده. الأسود مش مناسب، ممكن نختار اللون الأحمر. اللون الأحمر طبعا مخلي اسم المحل ظاهر وجميل، أفضل من اللون الأسود بكتير. وعندك حاجات تانية في شريط الأدوات اللي تحت ده، يعني عندك مثلا ده التنسيق، لو دوست عليه بيغير تنسيق الخط، إن هو يبدأ من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين أو إن هو في النص. تقدر تبدل الخط زي ما انت عايز. وعندك حاجات تانية مثلا زي تأثيرات الخط، لو ضغطت عليها كده هتجيب لك كل التأثيرات المتاحة. يعني ممكن مثلا تعمل ده مظلل، تغير في نوع الخط زي ما انت عايز. مثلا ده زي ما انت شايف كده كل ما بتضغط على تأثير من تحت شكل الخط معاك فوق بيتغير، شكل النص نفسه بيتغير. مثلا ده نيون، ده خلفية. وعندك تحت لو دوست على كلمة شكل دي بيغير لك شكل الخط نفسه. في تأثيرات تانية لشكل الخط اللي هو يجيبولك مثلا مستدير أو مستقيم كده، اللي انت عايز تعمله. لو رجعنا كده للتأثيرات التاني ممكن مثلا نختار زيرو. نبتدي بقى نغير في الحاجات التانية دي. يعني عندك هنا مثلا ابتداء من 10 ريال، احنا طبعا هنشتغل في مصر فهنحتاج ان احنا نكتبها مثلا بالجنيه المصري. نغير مثلا ابتداء من 10 ريال دي، هندوس على النص كده من لوحة المفاتيح نعمل حذف ونبتدي نكتب من اول وجديد. نكتب بقى اللي احنا عايزين نكتبه.
يعني نكتب مثلا ابتداء من 15 جنيه، ابتداء من 15 جنيه. بعد كده نبتدي نغير رقم التليفون، نضغط على رقم التليفون اللي موجود على التصميم ونعمل له حذف من لوحة المفاتيح، ونبتدي ندخل رقم تليفون العميل. بعد كده ممكن نيجي عند كلمة جديد دي، جديد ناو، نغيرها نخليها مثلا خصم. هتضغط على الكلمة كده بمنتهى السهولة من لوحة المفاتيح، هتدوس حذف وتكتب الكلام اللي انت عايز تكتبه زي ما وريتك في كل الأمثلة اللي فاتت. ونيجي مثلا عند ناو دي نخليها 10% أو 15%، ندوس عليها كده ونحذف كلمة ناو ونكتب 10، ونعمل علامة في المية. بعد كده نضغط رجوع كده ونتفرج على شكل التصميم، نشوف هل هو مناسب ولا محتاج تعديلات تانية. بما ان اغلب المحلات والمطاعم بتشتغل باكتر من رقم، فاحنا ممكن نيجي هنا عند رقم التليفون ونضيف رقم تاني، نضغط عليه كده ونضغط على ال3 نقط اللي بالجنب ونعمل نسخ للرقم. هيتنسخ معانا بالطريقة دي، نفس الرقم ونفس المقاسات ونفس كل حاجة بالظبط. نيجي نعمل بقى تركاية صغيرة كده، يعني نضيف جنب الرقم اللي فوق علامة الاتصال، وجنب الرقم اللي تحت علامة الواتساب او التليجرام. هنضغط كده رجوع ونيجي من على شريط الادوات اللي تحت هنا ونضغط على العناصر، نبتدي نضيف الحاجة اللي احنا عايزين نضيفها. طبعا عشان ما تقعدش تدور كتير، فانت زي ما قلت لك كده تكتب في السيرش مثلا نكتب هاتف. طبعا عشان ما نقعدش ندور كتير، يعني نيجي في سيرش البحث كده ونكتب الحاجة اللي احنا عايزينها. يعني مثلا كتبنا هاتف فتظهر معانا كل العناصر اللي ليها علاقة بالهاتف. زي ما انت شايف كده، اللي عليها تاج دي اللي باشتراك، واللي مش عليها العلامة كده هي مجانية. طبعا احنا هنختار حاجة مجانية، هنختار مثلا دي ونعدل عليها كده من على الشاشة على المقاس بتاعها ونخليها قدام الرقم. نيجي عند الرقم التاني ده ونضغط على عناصر تاني ونختار علامة واتساب، نكتب في السيرش كده واتساب، نمسح هاتف دي ونعمل بحث كده، تظهر برضو معانا كل العناصر اللي ليها علاقة بالواتساب. طبعا برضو هنختار حاجة مجانية ونفترض مثلا دي، نعدل برضو على الحجم بتاعها كده ونخليها قدام الرقم. نبتدي نرجع بقى كده ونتفرج على شكل التصميم النهائي. متهيألي كده مش محتاج اي تعديلات تانية. نضغط بقى على علامة السهم اللي فوق دي كده عشان نسيف التصميم على التليفون، وكده بقى معاك تصميم احترافي لبوستر محل عصاير بأقل وقت وأقل مجهود. نيجي بقى للأهم، نعرض الشغل ده ازاي ونبيعه ازاي. بص يا معلم، بعد ما تعدل التصميم وتنزله على جهازك، دلوقتي وقت الجد. ازاي نحول التصميم ده لفلوس حقيقية؟ الطريقة الأولى، ادخل على موقع الخدمات المصغرة زي خمسات أو مستقل أو بيكاليكا، اعمل حساب وحط تصميمك كعينة واكتب خدمة بعنوان بسيط زي مثلا هصمم بوستر احترافي لأي مشروع صغير ب50 جنيه بس. الناس اللي بتدور على تصميم سريع هتلاقيك وتبدأ تطلب منه. الطريقة التانية، ادخل على جروبات فيسبوك فيها أصحاب مشاريع صغيرة أو مطاعم أو كافيهات، اعمل بوست فيه صورة من شغلك واكتب كلام بسيط زي كده: لو عندك محل وعايز بوستر احترافي في أقل من نص ساعة ابعتلي التفاصيل وأنا جايزهولك فورا. الطريقة دي بتجيب شغل أكتر مما تتخيل. الطريقة التالتة، ابدأ بدايرة معارف. أكيد عندك صاحب عنده مشروع صغير أو كافيه، ابعتله تصميمك كمثال وقوله دي خدمة جديدة بقدمها، ولو تحب ممكن اعمل لك بوستر لمحل. اول عميل هيجيلك كده، وبعد كده تبدأ تجيب ترشيحات من اصدقاء صحابك. الطريقة الرابعة، دور على صفحات المحلات على فيسبوك او انستجرام، خصوصا اللي تصميماتهم ضعيفة شوية، وبعت لهم رسالة بلطف كده: مساء الفل، انا مصمم بوستات للمحلات باسعار رمزية وده مثال لشغل، تحب اعمل لك تصميم باسم محلك؟ ناس كتير هترد وده مدخلك الحقيقي للشغل المستمر. الطريقة الخامسة، لما تتطور وتتمرن وتاخد خبرة، افتح حساب على حاجة زي ابور وابدأ بيع
بيع تصميمك بره بالدولار. بس ركز معايا هنا بقى، يعني السر مش انك تعمل تصميم واحد وتقول ان انا كده خلاص شغال. السر الحقيقي في انك تستمر. كل مره بتعمل تصميم جديد ايدك بتتعود اكتر وذوقك بيتحسن ووقتك في الشغل بيقل. اللي كان بياخد منك نص ساعه النهارده بكره هتعمله في 5 دقايق. ولما تبدا يبقى عندك معرض صغير من الشغل، العملاء هم اللي هيدوروا عليك مش العكس. يعني الموضوع سهل جدا بس محتاج منك شويه صبر واستمرار. الحلقه دي اتعلمنا فيها ازاي تستخدم مقالب الجاهزه على كانفا وتحولها لشغل تكسب منه بجد. استنى الحلقه الجايه هنكمل فيها طرق تانية تكسب منها وانت قاعد في البيت. ولو وصلت معانا لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد.